اهلا بيكم في مطبخ فيكي. النهارده هنعمل نواعم الافران. نص كيلو دقيق على نص معلقه صغيره ملح، نقلب كويس. كوبايه ميه دافيه، معلقه كبيره سكر على معلقه كبيره خميره، ونقلب كويس ونسيبهم على جنب. بعد ما نقلب الدقيق والملح كويس مع بعض، نضيف نص كوبايه زيت نباتي، وكمان 2 معلقه صغيرين خل، ونقلب كويس. والخميرة بتاعتنا اتفعلت زي ما حضراتكم شايفين كده. نبدأ نضيفها للخليط بتاعنا، ومن اللحظة ديت نبتدي نضيف المية تدريجيا زي ما حضراتكم شايفين، لحد ما نحصل على عجينة او الخليط بتاعنا يلم ويبقى عجينة زي ما انتم شايفين كده. البولة بتاعتي نطفت وبقت عجينة ملسة وطرية. نحطها في البولة ونغطيها ونسيبها لحد ما يتضاعف حجمها بالشكل ده. نبدأ نشكل العجين بتاعنا كور وننعمها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه. نحطها في صينية مدهونة ويبقى في مسافات ما بين كل كورة والتانية. بعد ما نخلص الكمية نغطي الصينية بتاعتنا ونسيبها ترتاح حوالي 10 دقايق، وما ننساش ان احنا نغطيها عشان وش الكور بتاعتنا ما يشققش. نص كوباية سمسم، نص كوباية سكر، كوباية مية، نضيف ليها معلقتين سكر ونقلبهم كويس، ونضيف للسكر معلقتين قرفة ونقلبها كويس. نبدأ ناخد الكور بتاعتنا اللي ارتاحت نضغط عليها بالشكل ده ونحشيها بالقرفة، وننزل فيها بعد ما ننعمها في خليط المية والسكر وبعدين في السمسم، ونضغط عليها ونبدأ نكرر العملية. نحشيها بالسكر والقرفة وننزلها وننعمها الأول، وبعدين ننزلها في خليط المية والسكر، وبعدين نغمسها في السمسم، ونكرر العملية لحد ما نخلص من مقدار العجين بتاعنا كله. ما ننساش نرصها في صاج مدهون ونسيب مسافات ما بين كل قطعة والتانية، علشان احنا هنسيبها لحد ما يتضاعف حجمها ويبقى بالشكل دوت. وندخلها الفرن على 180 درجة ونحمر الوش تحت الشواية. بعد ما تاخد لون من تحت هتبقى لونها جميل ولذيذة وهشة وطرية زي ما حضراتكم شايفين. تعالوا بقى نفتح واحدة نشوف شكلها من جوه ايه. بصوا جمالها وجمال الحشوة من جوه قد ايه جميلة، مش قادرة اقول لكم على الريحة ولا الطعم، وبالهنا والشفا.